فطير الأفران بكل أسراره وبأسهل طريقة ممكن تعمليها بيه، حاجة كده ما شاء الله بترمي معاكي كمية حلوة ومن غير تعب، وحرفيا في دقايق من غير هتخلصيه ما نستخدم نشابة، وكمان من غير زبدة توريق. حاجة كده اقتصادية وعلى قد الإيد، وأحلى حاجة كده لو محتارة تتغدي إيه فبسرعة هتقومي تعمليه. يلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض، خليكم معايا. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض. في بولة كده هنقول بسم الله وهننزل ب3 كوبايات من المية. الكوباية ناقصة عقلتك صباعك الصغير، عقلتك ما علينا، عقلة صباعك الصغير. بعد كده هننزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر، وده بالظبط هيكون طعمه زي بتاع الأفران. هنزل كمان ب2 معلقة كبار من الزيت واديهم تقليبة كده في ايدي، ما عنديش خلق الصراحة ان انا اجيب المضرب وارجع تاني اغسله. بعد كده هننزل ببركة الدقيق اللي هتكون معانا كيلو من الدقيق، نص معلقة صغيرة من الملح، ونقول بسم الله ونبدأ كده نشرب الدقيق لكل المواد السائلة. وبعد كده هوب اختي في الله، ناخد كل الكلام ده على الرخامة وهاتك يا عجن ودلك ورفع وخبط لحد ما تبقى معاكي عجينة طرية تحفة كده زيك، علشان تاكلي احلى حتة فطير. ما عندكيش خلق ان انت تعجني على ايديكي وعندك عجان، ارميهم في قلب العجان لمدة 7 دقايق وهتكون جاهزة معاكي. المهم اللهم بارك كده خلصنا ما شاء الله. هنبدأ بقى ندهن ايدينا دهن زيت كده بسيطة علشان انعم سطح العجينة من فوق، وهنخمره يا بنات في اي كيس بلاستيك موجود عندنا او علبة بلاستيك محكمة الغلق، فده هيساعد ان العجينة ترتاح فوق زيادة عن اللزوم. تمام. هبدأ ان انا احطها في الكيس واغطيها كده واسيبها في مكان دافي لمدة ساعة ترتاح براحتها خالص. بعد ما خلصنا هنقول شايفين العجينة تبارك الله حتة استك كده تحت ايدك، هقول بسم الله واخدت كده يا بنات نص العجينة بايديكي عادي خالص. ابدأي ان انت ترفعيها وتخبطيها كده في الرخامة، هتتفرد معاكي وفي ثانية في ثانية. ليه؟ لان العجينة مرتاحة على الاخر. بعد ما فردناها بالشكل شايفين تبارك الله ما شاء الله عليا وعليكم انتوا كمان. المهم دي هعملها بالزبدة، اما في طريقة تانية هعملها معاكم في الفيديو بالسمنة، فكل واحد مرتاح لطريقة يعملها. المهم اخواتي في الله، هتجيبي كده كوباية الا ربع من الزبدة، ده المقدار نص العجينة، يعني نص كيلو كده من الدقيق. حطيت عليه معلقة كبيرة من الدقيق وخلطت الزبدة بالعجينة بالدقيق كويس جدا. بعد كده دهنت بيه وش العجينة زي ما شفتوا معايا، وشلت بس الأطراف علشان كانت سميكة شوية، وهبدأ ألف بركة العجينة اللي قدامي دي على شكل رول. تمام كده. وبعد كده هقطعه زي عجين فطير الأفران بالظبط، يعني الحجم اللي انتوا شايفينه ده تقريبا 4 صوابع من ايديا، كل دول 4 صوابع. المهم بالنظر كده قطعته كله قد بعضه، واخدت الاطراف لفيتها كده في بعضها، عملت لي كمان فطيره. شايفين كل دي الرول اللي جوه ده يا بنات، كل ده هيكون توريقات معانا. ودي اسهل طريقه. حد هيقول لي الطريقه دي بتاعت مش عارفه مين، هقول لك الطريقه دي طلعت من منتدى فتكات من الفتوكات قبل ما تكون عندكم على اي منصه. زي الفل زي الفل. هنبدأ بعد كده العجينة اللي باقية عندي في الكيس، هبدأ ان انا اعملها على كويرات صغيرة. تمام. ما تكبريش بقى الكويرة علشان ايه تنجز معانا، عشان يعني كتري حجم الكور علشان تكون رقات كتير. بعد كده جبت ربع كوباية من الزيت، عليها كوباية تقريبا الا عقلة صباع كده من السمنة، وخلطتهم مع بعض. وبدأت امسك كل كرة عجين ابططها كده شوية واحطها جوه الخليط بتاعنا، واحطها كده في صينية، وهسيبها تريح بالظبط يا بنات 10 دقايق خلاص. وبعد كده بطلعها بالمادة الدهنية بتاعتها، مش بندخل تلاجة. اللي احنا لفيناها بالزبدة دي هتخش تلاجة، اما السمنة لا. تمام زي الفل. بنمسك بقى كل رول من العجين كده، هبدأ ان انا ابططه زي ما انتوا شايفين لحد ما يتفرد معايا. ما تتعبيش نفسك ولو اتقطعت كأنك مش واخدة بالك. اهم حاجة بس اول طبقة، اول طبقة بس هي اللي بالنسبة لي مهمة. خلاص زي الفل. ببدأ افرد كل واحدة زي ما انتوا شايفين كده، واقوم حطاها فوق اختها. ما بنحطش بقى بينهم مادة دهنية، لان هم كده كده ارتاحوا في المادة الدهنية وطالعين اتفردوا كمان بمادتهم. حسيت ان هي ناشفة، رش يا ستي شوية، مفيش اي مشكلة زي ما انا عملت دلوقتي. المهم هفرد بقى كل البركة اللي قدامي لحد ما اخلصها. بعد كده هظبط كل الرقات كده فوق بعضها، وقولي بسم الله كده خلصتي اهو. هاتي بقى الجوانب كده لفوق،
اسهل طريقه ممكن تعملي بيها الفطير. تمام، بعد كده قلبتها اهو، وهديها تدويره الفطير الفلاحي بتاعنا الجمر. بعد كده هغطيها وهسيبها تريح كده جنبي ربع ساعه. بعد كده خرجت بتاعت الزبده من التلاجة، وهبدا افردها يا بنات. شايفين انا بفردها ازاي؟ بالراحه خالص، من النص لفوق، من النص لتحت، من النص للجوانب. ممكن تعمليها بايديكي، هوريكي دلوقتي برضو. بصوا بقى كده بعد ما فردناها، شايفين بقت خفيفه ازاي؟ بعد كده هطبق كل اتنين في وش بعض كده، يسلموا على بعض، وادي واحده وادي واحده، وارجع تاني احطها في الصينيه. خلاص زي الفل. هعمل برضو كل اللي كانوا البركه اللي موجوده بنفس الطريقه، وهدخلهم التلاجة كمان 10 دقايق. هنا بقى رجعت للفطيره بتاعتي الكبيره، بدات بالراحه خالص كده ان انا املى بيها الصينيه بتاعتي. خلاص دي يا بنات الصينيه اكبر صينيه في صواني البسبوسه، مش عارفه تقريبا 30 مقاسها ولا كام. المهم هركنها كده جنبي لحد ما اشغل الفرن على اعلى درجة حرارة ويسخن كويس جدا جدا. رجعت بقى اللي انا كنت فردتهم معاكم بالزبدة اهو. ببدأ بقى ان انا افردهم كده على طول على شكل مثلا مربع، وكده خلاص بيكونوا على الصاج على طول. هتقولي لي ده كده سمكهم رفيع، هو ده فطير الافران بيكون رفيع وبينفخ، وهتشوفي شكله كده جمر. ممكن بدل ما تفردي بقى من الشبه وغيره تحطيها على الصاج على طول، وبايديكي كده تبدأي ان انت تفرديها لحد برضو ما يكون سمكها خفيف. برضو دي هتسهل عليكي بصراحة، وانا حبيت الطريقة قوي. طيب لو انا عايزة اعملها بقى مدورة، مفيش اي مشكلة، هتجيبي كده اهو. تمام، وهنبدأ نفردها كده بايدينا، وبعد كده بلفها بقجة اهو، والفها واديها نفس تدويرة الفطير المدور. مفيش اسهل من كده. هنعمل واحدة كمان اهو، بلفها كده ببططها كده اول حاجة بايديا، بعد كده بلف الجوانب على نفسها كأنها بقجة بالظبط، وبعد كده بقلبها على الصاج، وبعد كده تريح 5 دقايق ولا حاجة، وابدأ ان انا ادبها كده بايديا لحد ما يكون سمكها مثلا اقل من نص عقلة صباعك الصغير، عشان الكبير ده كبير، اقل من الصغير. تمام، بعد ما فردتها كده خلاص كل سيجاني خلاص خلصت. اللي بالسمنة مش لازم ندخلها التلاجة، اما اللي بالزبدة لازم تخش التلاجة ترتاح 10 دقايق. خلاص كده تعالوا بقى للتسوية. هنشغل الفرن بتاعتنا تولع على أعلى درجة حرارة، تسخن كويس جدا، وده أساس نجاح الفطير بتاعنا. هندخل الصاج بتاعنا يا بنات، هنسيب القاعدة أو الأرضية بتاعة الفرن، ونحط في أول رف عندنا في الفرن على أعلى درجة حرارة لمدة قد إيه؟ 12 دقيقة بالظبط. بعد ما تقب وتنفخ الشكل الجمر اللي انتوا شايفينه، هبدأ أمسك الصاج بتاعي وأحطه تحت الشواية على طول، وأشغل الشواية بتاعتي ياخد لون ذهبي من فوق. بعد كده اول ما اخرجه اغطيه باكياس مطبخ، وبعد كده بفوطه، واسيبه كده لحد ما يكون دافي معايا، وابدا ان انا اقدمه. اللهم بارك اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان الكميه اللي على الصينيه دي بمقدار الكيلو. خلاص، خدت بقى الجوانب وعجنت كمان 4 كوبايات من الدقيق، وعملت الفطيرة التانية دي و3 فطاير كده مدورين صغيرين. يبقى احنا كده عملنا كيلو ونص ما شاء الله من الدقيق. هيطلع لك حقيقي كم بركة يعني، وليمة كده. واحلى حاجة تاخدي الصينية دي وتطلعي بقى على السطح في شمسية كده حلوة، وتلم كده عيلتك حواليك واستمتعوا. مورقة من جوه تبارك الله، وريحتها حرفيا كانت قلب البيت. ويا سلام بقى لو كانت سمنة بلدي، مش عايزة اقولك كانت النتيجة كمان هتكون احلى بكتير. شايفين حلاوته؟ حد هيقول لي ليه الامانه يا امل؟ اساسا الزبده هي نفس تمن السمنه. انهي الاحلى وانهي الاطعم وانهي اللي هينجح معايا من اول مره؟ هقول لك طبعا الزبده بلا منافس. اللي ما بيعرفش يعمل فطير استبعدي خالص السمنه، اعمليه بالزبده وهتدعي لي. تحفه جدا جدا. وطلعنا كده في الشمسيه، وكانت احلى غدوه. محتاره بقى في الغدا في الفطار في العشاء، هيتبقى منه كمان للعشاء او للفطار، فحقيقي هيوفر معانا جدا. اتمنى تجربوه. هستنى رايكم في التعليقات. الفيديو خلص، مع السلامه.